طيب خلينا نروح مع حضراتكم للتقرير علشان نستقبل ضيفنا، التقرير الخاص بمحافظة الفيوم وبدء المحصول أو جني المحصول وتوريد محصول القمح، وأيضا لمحافظة سوهاج نتعرف على العيد القومي للمحافظة، ثم نستقبل ضيفنا حالا النائب ممدوح الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب حماة الوطن. أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 قد تم بالفعل افتتاحه هنا بمحافظة الفيوم من صومعة مركز ومدينة طامية، وذلك نظرا لنضج المحصول مبكرا بالمحافظة والتي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد. كما أوضح سيادتي أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طنا من القمح المحلي الجديد، وذلك في أول أيام التوريد بالمحافظة. وأكد معالي الوزير أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارا من 15 إبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجع للفلاح المصري والذي يفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية. وشدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد وتوفير مواقع استلام مجهزة مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي. كنت معكم إيناس عبد العزيز، 90 دقيقة محافظات من محافظة الفيوم.